قدر الله ما شاء فعل. حابب اقول كلمتين بس لجماهير النادي الاهلي العظيمه. قبل اي شيء لازم تعرف ان الكوره مكسب وخساره، وقبل اي شيء لازم ان دي مش يعني لازم تعرف ان دي مش نهايه المطاف. لازم هتكسب ولازم هتخسر ولازم هتفرح ولازم هتحزن، لان هي دي حلاوه كره القدم وحلاوه اي بطوله ممكن تاخدها. نفس مرارة أي بطولة ممكن تخسرها، فده لازم نكون شق لازم تعرفه. ده قبل أي حاجة. في بداية الفيديو كده أنا حابب أقول لكم مش دي أول بطولة ولا آخر بطولة ممكن نخسرها، تمام؟ ويا ريت اللي بيشوفني يدعمنا بلايك وشير، ويا ريت متابعة على صفحتي على الفيسبوك، وكمان لايك وسبسكرايب على اليوتيوب ملعب الهداف. فيلا بينا نخش في الموضوع. اولا عشان تبقوا فاهمين بس، تغييرة رضا سليم غيرت كتير قوي في شكل واداء النادي الاهلي الهجومي. رضا سليم كان مسبب رعب وذعر لفريق اتحاد العاصمه من ناحيه اليمين، وتقريبا هي دي اللي كانت الناحيه اللي شغاله ومش قادر يقفلها. وكولر سهل عليه الموضوع انه خرج رضا سليم ونزل طاهر، او مش فاكر التغييره كانت مين، بس يعني نزل طاهر ناحيه اليمين. فاللي حابب اقوله ان رضا سليم مبدئيا كده اول شق لازم نعرفه في الخساره تغييرة رضا سليم. مع احترامي طبعا الكامل لمارسيل كولر، مدرب كبير ومدرب فاهم وعارف وواعي اكتر مني طبعا، ولكن تغييرة رضا سليم خصوصا تصريحات كابتن مارسيل كولر بعد المباراة في المؤتمر الصحفي، وده جاي له وهقول لكم هو قال ايه على رضا سليم. وده اللي انا كنت شايفه، ان رضا سليم كان عامل خطورة مرعبة على خط دفاع الاتحاد العاصمة، وكان الجبهة اليمين هي اللي شغالة وما كانش عارف يقفلها المدرب بتاعهم. سهل عليه المأمورية كابتن كولر وخرج رضا سليم، وتقريبا نزل كان طاهر ناحية الرايت، وقال لك دم جديد ومتجانس مع الفرقة والكلام ده. فدي كانت سبب من الأسباب. السبب الثاني وده الأهم وده اللي أنا شفته في المباراة، إن فريق النادي الأهلي تلات أرباعه كان نازل حاطط في بطنه بطيخة صيفي، اللي هو أنا هكسب في أي وقت، انا بطل افريقيا. اتحاد العاصمه مش هو الفريق المرعب بالنسبه لي، مش هو الفريق اللي بيلعب كوره، ده فريق كله سرعات وبيلعب على المرتده. وده كان واضح في الاستحواذ بتاع النادي الاهلي، واضح في اهدار الفرص. النادي الاهلي اهدر فرص كبيره امبارح، وفرص كتير كانت ممكن تتيح لهم انه يجيب هدف واثنين وثلاثه، ولكن كان ممكن يترد علينا بهدف واثنين وثلاثه مع الراجل السريع البوتسواني اللي الله اكبر عليه. طبعا لعيب سريع جدا البوتسواني دوت، وكان دايما بيقف له بالمرصاد ديونج اللي خد افضل لاعب في المباراه. وهي دي الحاجه الوحيده اللي احنا طلعنا بيها. ديونج ما شاء الله رجع لمستواه. امام ان شاء الله جاي. عن مارسيل كولر واللي قاله عن امام وعن رضا سليم، قال ان ده لعيب خطير جدا. رضا سليم لعيب جيد جدا وكان عامل خطوره كبيره جدا زي ما قلنا في التصريحات اللي قالها. كمان امام ان شاء الله هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي في الفترات اللي جايه، راجع من اصابه طويله جدا، فمستوى جيد ان هو يظهر بالمستوى ده. بالنسبه بقى لركله الجزاء، لما بيسالوه قال لهم احتسبت علينا ركله جزاء ما كانش ليها داعي، يعني احنا اخطأنا ان احنا يجي علينا ضربه جزاء. وبالنسبه لضربه الجزاء اللي كانت لينا، انا اول مره اشوف ضربه جزاء بتتيح لها فرصه. يعني الحكم قال لك اتاحت فرصه، مفيش اتاحت فرصه في ضربات الجزاء، مفيش. ضربات الجزاء يا جول يا ضربه جزاء. ما قدرش يجيبها او زميله اللي وراه ما كانش في حد انه يجيب جون، خلاص ضربه جزاء. لكن في حاجه اسمها اتاحت فرصه في ضربه الجزاء دي ما شفناهاش. طيب النادي الاهلي هيرفع دعوه طبعا ضد الحكم للكاف وللجنه الحكام، بتقول ان احنا لينا ضربه جزاء وكمان كان في هدف لم يحتسب ما فيهوش اي حاجه. كولر بيقول ان هو حزين للخساره لكننا سنتعلم من الخساره وواثق انها ستكون استغاثه واستفاقه للفريق. احيانا نشعر بالتعالي على الكره، وده اللي انا قلته في اول الفيديو، وان هي مش ماشيه معانا لوحدها. بصوا يا جماعه، انا هتكلم مع الفريق بشكل قوي الفتره اللي جايه، ولازم الفريق يكسب بالجهد وبالعرق وليس بالتعالي على الكره. اهدار الفرص كانت كتير جدا وراء الخساره، ولا يجوز اضاعه هذه الفرص في مثل هذه المباريات الكبيره. فطبعا كلام من راجل فعلا عاقل فاهم
واعي، شايف الفريق قدامه بيعمل ايه، عارف مين بيغلط عارف مين ما بيغلطش. فيا جماعه لازم نكون في ظهر فريقنا، لازم نكون في ظهر فريقنا. بالنسبه لخالد بيبو والانتقاد اللي الناس بتنتقده عليه وانا واحد منهم، خالد بيبو المفروض يكون يعني بيتكلم بيقف يساند كولر. مش عارف اذا كان ده ممكن يكون من كولر ولا لا، ولكن انا اللي شايفه ان خالد بيبو على الاقل خالص يعنف اللعيبه، يقوم يتكلم يوجه، يساعد الراجل زي ما بيقولوا، يقف للتحكيم ازاي وكده، ويبقى في شراسه كده عشان التحكيم حتى يعمل للناس اللي بره حساب. لكن انا شايف ان الحكم ما كانش عامل لنا حساب في اي حاجه خالص. بس ده كان فيديو النهارده. لو بتشوفونا لحد دلوقتي لايك وشير وسبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، ولايك وشير ومتابعه على صفحتي ابطال افريقيا. كان معكم محمد الصيفي اخوكم في الله الاهلاوي. اشوفكم على خير، السلام عليكم.